كان يا ما كان في قديم الزمان، حتى كان الحبق والسوسان حجر من بين العدنان. حتى كان في واحد الزمان، ويا سيادي على ما حكاو الناس زمان. وفي واحد القرية كانت كتعيش حليمة هي والأب ديالها. يا سيادي حليمة تربت يتيمة من جهة الأم. كانت واحد البنت اللي زوينة وزينها فتان. ملي كانت صغيرة والخطاب كيدقوا بابهم، ولكن الأب ديالها كان كيرفض وكيقول البنت مازال صغيرة وما كانتش ساخية عليه. والراجل يا سيدي حالته المادية كانت ضعيفة، كان راجل خباز ومعروف في داك القرية. وملي كبرت حليمة ولات كتعاونو في الخبيز وكتمشي معاه للسوق وتعاونو. الراجل كانت عندو بنت مقطرة ليه من العين، عمرو خلاها ناقصة شي حاجة. أي حاجة حلت عليها فمها كيحضرها ليها، فإن ما كانت يجيبها ليها. وحتى البنت سبحان الله كانت واحد البنت اللي مربية وكتعرف بينها وبين الله. البنت كانت كتبات تصلي والصلاة في الوقت والعبادة، وكان عندها واحد الصوت اللي كيضرب الآذان. كتقرا القرآن كيبقى الأب ديالها يسمعها حتى كيسيلو دموعو، وكيحمد الله اللي بنتو خرجت ليه ذرية صالحة. واخا تربات يتيمة بلا أم وما كانش عندها اللي يصحى، الأب ديالها كان النهار كلو يضل برا حيت مسكين خدمته كانت صعيبة. اللي كانت مازال حليمة صغيرة ينوض في الفجر ويعجن ويخبز ويمشي يقصد الفران باش ما يجيو التجار للسوق يكون الراجل حل ما حال وستة في السلعة. حياته كانت صعيبة، هادشي كله باش بنيتو ما ينقصها والو. ايوا يا سيدي الحمد لله الترابي ديالو خرجت مزيانة. بنتو ملي بدات تعرف ولات تمشي مع باها وتعاون باها، وهزت عليه واحد الحمل اللي كان ثقيل. واحد النهار من يامات الله فاقت في الفجر وطيبات الخبز وحطاتو ليه في الوصلة اللي غادي يهزو فيها. ناض باها صلى الفجر لقى بنتو عانية على القصرية وكتعجن وقال ليها: بنتي اش كديري تما فهاد الساعة؟ والو با، انا بغيت غير ملي تكون غادي تلقى كلشي واجد، بغيتك ترتاح اليوم، انا غادي ندير لك كلشي. الله يرضي عليك بنيتي، ولكن انا ما نبغيش هاد الحمل كله يكون عليك. سيني شويه ونصلي غير الفجر ونجي نعاونك. با حتى انا غادي نجي نصلي ولقيتيني علين سالي. انا فقت قبل ما يبرد الضو وخففت شلا شغل. واش بصح بنتي وسمحي لي ما فطنتش بيك؟ لا با انا بالعكس، انا كنت كندير الشقة بلا الحس، كنت باغيك تبقى ناعس وترتاح. الله يرضي عليك يا البردية ديالي، ولكن سمحي لي ما تعاوديهاش. غدا ان شاء الله نوضو يدي بيدك نتعاونو باش حتى شي واحد فينا ما يعيا. وزيدون انتي زيدي عاونيني غير في الماء، بيعي لك ليان وصافي. اما العجين والخبيز خليه ليا وطيحي فيها بنتي صحتك وانتي مازال صغيرة. لا با، انا كنكون فرحانه ملي كنعاونك. وزيدون ياك هو العجينه معروفه للعيالات، ياك بنيتي ياك ما كتعايريني. لا لا با حاشا، غير بغيت نضحك معاك شويه وصافي. هادي يا با الصنعه اللي كبرت بيها واللي تربيت بيها. ايوا هكاك يا بنتي. ايوا هذا هو الحديث اللي دار بيناتهم. مشى الراجل توضى وصلى، بنتو حتى هي حطات داكشي اللي كان في يديها ومشات توضات وبقات جالسة كتقرا قرآن شوية حتى ود الفجر.
ناضت صلات وكملوا داكشي اللي بقى هي وباها. خرج باها من الدار وقتصد طريق السوق. بقات حليمة فايقة، دارت في الدار ونصبت الغدا. ايوا يا سيدي هادشي كله غير باش تخفف الشقا وتتبع باها للسوق باش تعاونو. ايوا هادشي اللي كان الحاصل. البنت كانت مرضية وكتعاون باها وكدير كتر من جهدها غير باش تشوف باها مرتاح. ايوا يا سيدي اللي كانت حليمة كتمشي عندو للسوق وتجلس معاه في المحل وتبيع الكليان، اللي جا شافها يتبهر بجمالها. لباسها كان بسيط، كانت كدير الزيف على راسها، عيونها كانوا كيسحروا، وكان زينها فتان. السالف كان مستور، ولكن غير من السيف باين، وعويناتها اللي كانوا عسليين، وحجبانها اللي كانوا دايرين بحال الهلال، فمها اللي كان خاتم، والخدود اللي كانوا دايرة وحمر ومزنقين على طول الأيام. ايوا يا سيدي البنت ما عينيها في الزواج، وكانت باغية تبقى مع باها وتعاونو. كان الأب ديالها ملي كيجلس معاها ديما كيقول ليها: حليمة، علاش بنيتي كترفضي العرسان وانتي يا بنتي في سن الزواج ومادة يدك الحنة وكتسنى؟ لا با، باقي ما لقيت داكشي اللي كنتمنى وكنتسنى. وشنا هو بنتي هادشي اللي كتمناي؟ جاو صحاب العيان وخطبوا فيك، ما خلي ما دق بابك بنتي وانت كترفضي. اشنا هو الشرط ديالك وعلى من كتقلبي؟ انا النهار اللي غادي نلقى داكشي اللي كنقلب عليها با غادي نقولها لك، غير خليني عافاك على خاطري. ايه بنتي، انا غير دويت معاك وبغيت نعرف شنو هو السبب اللي كيخليك ترفضي، ولكن انا بيدي ما سخياش عليا، وزيدو انت مازال صغيره. ايوا هادشي اللي كنقول حتى انا با، الزواج ما غاديش يهرب، انا عندي المهم هو نشبع منك ونكون معاك. الله يرضي عليك يا بنتي، ولكن الزواج راه النص ديال الدين، وعقوبة البنت لدار رجلها. وزيدون انا غادي نزوجك غير قريبه ليا باش تبقاي تزوريني كل نهار، حيت ما عنديش من غيرك. ان شاء الله با، تمنوا من الله. ايوا هادشي اللي كان يا سيدي. بقاو على هاد الحال الايام تمشي وتجي حتى لواحد النهار، وكيف العاده كانت حليمه مع باها في المحل. ايوا داك النهار كانت دايزه واحد العربه من السوق وباينين عليها مواليها من صحاب العيان. ايوا يا سيدي وقفت العربه حدا المحل، نزل واحد الشاب اللي كان لباسو فاخر ورافع زنافرو للسما، اهبط باغي ياخد شي خبيزات من المحل، وغير وقف وهو يلمح الزين الفتان حليمة اللي كانت واقفة وكتبتسم، وقالت ليه: اش حاب الخاطر سيدي؟ أه؟ بغيتك تمدي ليا هاد الخبز وديرهم ليا في شي قرطاس، لحقاش الطريق مازال طويلة. ايه سيدي، مرحبا. ايوا يا سيدي البنت كانت كتجمع ليه داك الطلب اللي قال، وهو عينو عليها وما نزلهمش للارض، لدرجة ان حليمة توترات ولاو يديها كيترعدو. مدت ليه الخبز ومد ليها الفلوس ومشى ركب في العربة. مشى الشاب وهو مبهور من الجمال اللي شاف، وغير وصل للرياض اللي كان ساكن فيه. هذا يا سيدي كان ولد واحد التاجر اللي كان كبير في داك المدينة اللي كانت قريبة لديك القرية فين كتعيش حليمة. ايوا يا سيدي الشاب كان غادي مسافر، وغير شاف حليمة رجع للدار باش يفتح الاب ديالو في الموضوع. وهاد الولد
كان مدلل بزاف ومفشّش، لدرجة أنه كان أناني وما كيحس بالدراوش، كان مفزود بالفشوش اللي فشّشو باه، حيت حتى هو ما عندوش الأم ديالو، والأب ديالو كان كيوفّر ليه أي حاجة حل عليها فمو، لدرجة أنه كان كتافو باردين، عاطيها غير صايح ورايح، غير البنات والقصاير، وديما الصداع والمشاكل، يلبس الأحسن ما كاين في اللباس، وعمرو عرف الدرهم من كيجي. الأب ديالو ما كانش عاجبو الحال، ولكن كان كيخاف يتزايد معاه في الكلام، حيت باغي يخليه على خاطرو، هو عند بالو كيتهلا فيه، ولكن هو غير فزدو وخرج عليه. ايوا يا سيدي، ملي الأب ديالو شاف ولدو راجع للدار قال ليه: ياك لاباس اولدي؟ يا قلتي لي غادي تسافر مع صحابك، اش رجعك دابا؟ لا لا با، انا ما بقيتش غادي نسافر، بغيتك عافاك فواحد الموضوع. ياك لاباس اولدي؟ خلعتيني. ما كاين والو با، ملي كنت غادي دزت للسوق وبغيت ناخد معايا شي خبيزات، وطرقت واحد المحل اللي الناس نعتو لي عليه. ايوا، ومن بعد تما با شفت واحد البنت اللي عمرني شفت في الجمال بحالها، واحد البنت اللي زينها في التان وعيونها سحروني، وتمنيتها للزواج با. ايوا مزيان هادشي اللي كتقولو اولدي، وفرحت بزاف. واخا، وفوقاش بغيتيني نمشيو لعندها؟ ما كرهتش با من غدا، البنت راها زوينة وغادي يضيروها لي من يدي. واخا ولدي، هذاك هو النهار الكبير. الراجل يا سيدي فرح بزاف ملي سمع هادشي، لحقاش ولدو كان ديما مع العيالات وديما داير ليه الصداع والمشاكل، وملي عرفو باغي يتزوج فرح وضرب الفرحة، وقال هذه هي الوجيبة، يدخل سوق جواه ويدير دارو وليداتو. الراجل هذاك النهار رسم الخادم اللي كانت عنده في الدار، وعطاها شلام والي، جوج كموسات ديال الفلوس، وقال ليها جيبي احسن ما كاين في التواب، وجيبي المضمة، وجيبي القفاطن المطروزة والشرابل، واي حاجة كتحتاجها العروسة. ايوا يا سيدي، مشات الخادم ودات معاها واحدة اخرى، مشاو للسوق وتقداو وجابوا احسن ما كاين. الغد ليه ركب الولد الاب ديالو في العربة، والعربة اللي من وراهم دايرين فيها الدفوع اللي جايبين العروسة. قصدو دار الخباز، غاديين عند الناس على غفلة وجايبين معاهم الدفوع والهدايا. ايوا يا سيدي، وصلوا حدا الباب، مشاو للسوق وسولو، والناس نعتو على الدار حيت الخباز كان معروف ودارو كلشي كيعرفها. حل ليهم الراجل الباب وقال ليهم: اشكون نتوما؟ اش حاب الخاطر؟ السلام عليكم سيدي. عليك السلام، حنا جينا طالبين راغبين في يد بنتك حليمة. واخا سيدي، مرحبا، زيد سيدي زيد، واسمح لينا على هاد المجية. لا لا، ما كاينش مشكل، انا راني مولف، راه الخطاب ديما كيجيو هنا. سمع الولد هاد الكلام اللي قال باها، دخلوا وجلسوا في قلب الدار، بقاو كيدويو ويتحدثوا. الولد كان كيدوي على تجارة الأب ديالو، وكيدوي على باه والعالم اللي دارو، وعلى القوافل اللي كان كيسوقها، وعلى السيرة ديالو في ديك المدينة. الراجل كان كيتصنت ليهم وكيطلب الله البنت ديالو توافق، حيت بانوا ليه هاد الناس راه الا مشات حتى رفضاتهم غادي تضيع من يديها عريس اللي يستاهل.
إيوا الراجل عيط على حليمة وقال ليها: حليمة، ديري الزيف فراسك وأجي. واخا با. إيوا يا سيدي حليمة جات وهي حانية راسها، دخلات ولقات عليهم السلام، حنات راسها وجلست تحت باها. الأب ديال الولد ملي شافها صلى على النبي وقال: تبارك الله تبارك الله. إيوا ولدي عندك الذوق، هذا هو الزين ولا فلا؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. إيوا يا سيدي حليمة، حناكها حمار وبالخجل وحنات راسها في الأرض. وهنا باها قال ليها: إيوا سمعي يا بنتي، هاد الناس جاو طالبين راغبين في يدك لولدهم، اش بالك؟ واخا با، بغيت عافاك نسول واحد السؤال. اييه بنتي من حقك. بغيت عافاك نسولك اسيدي، واش عندك شي صنعة في يدك اللي تزيني على الزمان؟ كيفاش الصنعة؟ واش انا كنقول لك انا ولد التاجر اللي ما خلى لا الصين ولا الهند وفلوس عندنا غير مشات حتى في الدار وانت كتسوليني على الصنعة؟ انا سيدي سولتك على راسك ماشي على الاب ديالك. بغيت نعرفك انت واش عندك شي صنعة اللي غتزين على الزمان. انا عمرني ما خممت نخدم وزيدون، غادي نخلي عيشت القصورة ونخلي الخير ونمشي للسوق ونبقى مزاحمة مع الفقراء. لا سيدي، هادوك ما كيتسموش الفقراء، هادوك كيتسماو الرجال الشطغمية اللي كيفيقوا في الصباح بكري ويمشيو للسوق ويجيبوها من الديب، ماشي كيعولوا على فلوس باهم. ايوا على ما كيبان ليا المعيور معيور، نوض با، كيبان ليا قيمتنا طاحت في هاد الدار. ايوا زيد ولدي زيد. هنايا الاب ديالها غضب عليها وشاف فيها وكيقول ليها تسكت، وهي تدوي وقالت: انا ولد الناس ماشي قللت منك، انا سولتك غير سؤال وانت جاوبتيني بهذا الكلام. انا بغيت نقصد واش عندك شي صنعة اللي تزيني على الزمان. ومازال كتعاودي في نفس الكلام. قلت لك انا ما واقفش على الصنعة وما عندي ما ندير بها، وحتى من هاد الزواج ما بقيت باغيه. حنا طلعنا لك الشان وجينا خاطبين فيك وانت كيبان ليا ما كتليق بك غير العيشه اللي عايشاها هنا، عايشه بهاد الغار انت وباك بحال الفيران. ايوا هنايا البنت قالت ليه: ايوا الله يكثر خيرك ولد الناس وشكرا على هاد الكلام. ايوا الباب نوريها لكم ولا نوصلكم ليها؟ هنا باها حشم وما لقى فين يدير وجهه. لا حنا كنعرفوا الباب وما كاين لاش توريها لينا. ناضوا الناس غضبانين وخداو داكشي اللي جابو معاهم، والولد كان غادي يتصدع وما رضاش، ترك كله هو يخبط حتى وصل للدار وسد بابو عليه وبقى يغوت: انا ترفضني بنت الخباز، ديرني ليها الشان والمرشان. ومشينا كنخطبوا فيها وهي عند بالها ما تعرفش شكون هي، بنت الوزير ولا بنت السلطان. واخا دابا ان شاء الله غادي ننتقم منك، طالب من ولا قصر. ايوا يا سيدي البنت كملت حياتها عادي ونسات الموضوع، حيت ماشي اول واحد جا خطبها وما كتبش، ولكن الشاب بقى داير في بالو داكشي اللي قالت ليه وحالف حتى ينتقم منها. فاتوا الايام وجا واحد ولد الناس يخطب في حليمة، وكيف دخل وجلس مع باها وجات حليمة جلست كيف العادة، سولاتو على هاد السؤال اللي ديما كتسول. هو يقول لها: ايه انا نجار وكنخرج شلا حاجات من يدي، كنصنع اتات بالخشب وكندير بزاف ديال الحاجات اللي كيتحتاجو في الزمان، والناس كيعرفوني وعندي واحد المحل صغير في السوق. تبارك الله، لا يسهل امورك يا ربي.
آمين يا بنت الناس آمين. أنا تلفتت عند باها. باها كان كيظن بلي بنتو غادي ترفض، ولكن تفاجأ ملي شافها وافقات، وقالت ليه أنا با موافقة وبغيت نتزوج بهاد الشاب. باها بقى غير حالف أمو ما فهم والو، كان هذا هو أفقر واحد في الخطاب اللي جاو دقوا بابها، ولكن الأب ديالها ما كانش كيتحاور معاها وما كانش كيطيح كلامها على الأرض. اتفقوا وتفاهموا بيناتهم. هنا ولد التاجر ساق الأخبار والنار الغيرة شعلت في قلبه وقال هكداك يا بنت الخباز، رضيتي بالنجار الفقير وما رضيتي بيا أنا، والله لا خلت ليه ديك المحل اللي هو فيه وغادي نخليه ينعس على الطس باش تعرفي شني كنسوى أنا. ايوا الراجل هنا الشيطان عماليه عينو ودار الانتقام قبلت عينو، ومشى وصى شي قطاطعية وقال ليهم يمشيو يحرقوا المحل اللي كان كيترزق منه الله واللي كانت السلعة كلها عنده محطوطة فيه. مشاو قبل الفجر شعلوا النار في المحل، ما جا يطلع الضو حتى كان المحل كله رماد، ما بقى الولد كيكسب حتى حاجة. ايوا ملي طلع النهار والناس عرفوا داع الأخبار حتى وصل عند بنت الخباز. ملي سمعت هادشي مشات لعندو كتجري وقالت ليه، لقاتو حزين ودموعو في عينيه. اسمع، ما دير في بالك والو، انا ما غاديش نفرط فيك وغادي نوقف معاك ان شاء الله حتى توقف على رجليك. الولد هنا دموعو سالو حيت ما كانش كيتوقع منها هادشي، كان كيظن بلي غادي تخليه ملي غادي تعرفو ما بقى عنده والو. وزيد عليها عارف شكون اللي كيجي يخطبها وشكون اللي كيجي يدق بابها، ولكن تفاجأ من هادشي اللي دارت معاه. ايوا هادشي اللي كاين، جات البنت عند باها وطلباتو ورغباتو وقالت ليه عافاك ابا وبغيت نطلب منك واحد الطلب. اش كاين بنتي؟ انا بغيتك ابا الا كنتي خازن شي حاجه دوير الزمان عطيها ليا، بغيت نعطيهم لصلاح يمشي يبدا حياته ويشوف مستقبله. وقالوا كاينه واحد السفينه غادي تخرج من المرسى غاديه لواحد المدينه فيها شله ما يدار، وبغيتو يمشي لتما ويجيب شي خشب ويجيب السلعه اللي غادي يحتاج. بغيتو با يبدا حياته، ولكن يا بنتي انا داير بحساب دوير الزمان وعندي واحد الامانه مخليها لك امك. اشنو هي با؟ امك خلت لك واحد الصنيدقه ديال الذهب وفيها شي جوهر ثمين، لحقاش امك كيف ما عرفتي راها بنت الدار الكبيره وهادشي ورثاتو من عند باها، ووصاتني وهي كتوفى وقالت لي هادو عطيهم لبنتك نهار حرصها. واخا با تقدر تعطيهم ليا دابا؟ عافاك با. واش غادي نقول لك بنتي، هذاك راه رزقك وما غاديش نحرمك منه، والله يسهل اموركم. امين با امين. ايوا هادشي اللي كان، والراجل عطا لبنتو ديك الصنيديقه، مشات مداتها لصالح وقالت ليه هاكا صالح سير بيع هادشي وبدا حياتك، سير مع السفينه اللي غادي تخرج من المرسى ومشي لداك المدينه اللي كيعاودوا عليها فيها الرزق مشتت، وسير وجيب السلعه من تما وانا غادي نسينك شحال ما غبتي غادي تلقاني كنتسناك. لا 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 حليمه هادشي راه بزاف، ما يمكنش نقبل منك هادشي. اسمع ولد الناس، انا هادشي راه ورثته من مي وفي الحقيقه عزيز عليا وما ساخيش عليا، ولكن ان شاء الله غادي تعوضني، انا عندي احساس بلي غادي يكون الخير في هاد المشيه. ايوا الراجل بقى يرفض، ولكن هي بقات مصممه على كلامها حتى خلاته يوافق. ايوا يا سيدي داكشي اللي دار، الحق على الناس وداك السفينه اللي غادي تخرج من داك المدينه، ركب معاهم وتوكل على الله، وقفات في المرسى
وكتشير ليه وكدعي الله يرجع ليها بشي خبر زوين، وما يكونش رزقها ورزق امها مشى في الخاوي. ايوا رجعت للدار تصلي وتدعي، وديما تدعي وتقول يا رب تيسر امور يا رب، ويرجع ليا سالم غالي، ويرجع ليا بشي خبر زوينه، ويا ربي تعوضني في داكشي اللي عطيته. وبغيت الرزق يتشتت عليه وما نحتاجو لحتى واحد باش ما يشفاوهاش فيا العديان، ويقولوا خليت الناس اللي عندهم وانا رضيت بالفقر. وبهاد العيشه اللي انا فيها دابا، انا يا ربي عمرني طمعت نعيش في القصوره، انا بغيت غير راجل اللي يسترني ونعيشو انا وياه في الهنا، ونحط راسي على المخده وانا هانيه. ايوا هادشي اللي كان يا سيادي، يا ناس كندعي معاه بالليل والنهار. ايوا فاتو عامين من الايام الله اللي مشامني فيها، حتى النهار اللي غادي يرجع كانت البنت مع باها واقفه معاه في المحل، حتى وقف عليها صالح وقال لها واش كاين شي خبز طري ولا والو. صلاح جيتي؟ البنت فرحات وحشمات عنك وحتى باها. ايوا عطاوه كرسي فين يجلس، وجلس وبقى كيعاود عليهم على المغامرات اللي طراو بيه وعلى الصدف اللي دازو عليه. صلاح يا سيدي اللي مشى الطريق تفتحات والخير دفق عليه، كانوا عينيه كيلمعوا. الراجل جاب معاه شي سلعة اللي غادي تخليه يولي من التجار الكبار. الصنعة ديالو تعرفات، والمدينة اللي مشى ليها كانوا ما كيعرفوش في الخشب. خدم فيها هو وربح شلام وال، وقال غادي يبقى يمشي لتما والتجارة ديالو غادي تكبر. ايوا هنايا حليمة فرحات وسجدات للأرض وركعات وبقات تبكي وتقول الحمد لله يا ربي اللي استجبتي الدعاء ديالي. ايوا باها فرح ليها. الراجل فاتو غير ايام قليله، شرا واحد الرياض اللي كان كبير في وسط المدينه، وبدا يفتح في المحلات والفروع ديال التجاره ديالو كبرات، والاسم ديالو ولا كبير ومعروف. الخير دفق عليه من كل جهه. ايوا يا سيادي دار العرس كبير وجاب مرتو للدار، عوضها على أي حاجة عشتها هاد الحرمان. كانت عايشة معاه أميرة وما ناقصهم حتى خير. إيوا في هاد الوقت ولد التاجر الطماع الفشلان اللي كتافو باردين، ملي سمع بهاد الشي نهار الغيرة مازال كتشعل في قلبو، ومازال الكية ديال الحليب ما برات ليه، وقرر غادي يتنافس مع صلاح. ايه وحيت المرة الأولى كان عنده غير محل دغيا غلب عليه، ولكن دابا الراجل التجارة ديالو كبرات وما عنده كيف يدير ليه. فكر غادي يقول لباه يعطيه الفلوس ويجيب حتى هو الخشب من داك المدينة اللي كيمشي ليها صلاح. مشى عند باه وطلب منه واحد المبلغ اللي كان كبير. باه رفض وقال ليه انت عمرك ما خدمتي وباغيني نعطيك هاد المبلغ تغامر بيه؟ لا يا ولدي، حتى من خدمتي راها مزيرة دابا شوية. ولكن هو صمم وبقى على كلامه حتى عطاه داك المبلغ. هنا مشى قصد داك المدينة اللي كان كيجيب منها صلاح، مشى جاب واحد الكمية ديال السلعة اللي كانت كبيرة وجا حطها. كان باغي غير ملي يمشي صلاح ما يلقاهاش، ولكن ما كانش عارف باللي صلاح ما كانش باغي اصلا داك السلعة في داك الوقت، حيت كانت عنده واحد الكمية وفيرة وداير بحسابه، وعارف باللي داك الوقت ما كيشريوش فيه اللوح حيت يقدر يتسوس ليه. صالح كان خدامو من نيته، وداك الخبيت كيساين فيه يمشي يجيب السلعة وما يلقاهاش، ومن فقستو
وبقى واحد بداك السلعة. ملي شاف صلاح ما مشى ما سول، بقى واغل بداك السلعة وما عرف ما يدير بيها، حتى ناض باعها بالخسارة. وباه هنا تقلق وقال ليه: الله يا ولدي الله، علاش تخسرني في هذا المبلغ كله؟ واش انت ولدي ما غاديش تعقلك؟ الناس يخدموا ويديروا ولادهم ودارهم، وانت مكابل ليا غير الانتقام؟ نسى عليك بنت الخباز، السيدة راها تزوجات وغدا ولا بعدو دير وليداتها، واش انت مازال دايرها في بالك؟ لا با، انا باغي ننتقم منهم باي ثمن. واش ترفضني انا وتاخد واحد ما كيسوى ما كيصلح؟ ولكن يا ولدي راك شفتي، راه قدمها قدم الربح. السيد كان غير نجار فقير، حتى ولا من كبر ديال المدينة. با، وهادشي اللي زايد كيمرضني وياكل فيا من الداخل. اي والله يهديك ولدي، يسع عليك هادشي، راك غتمرض راسك، وخلي قلبك يكون صافي، وحتى انت نساها وعيش حياتك. ايوا هادشي اللي كان، ولكن الولد والو، اللي في بالو في بالو. هنا قرر وخمم وقال غادي يساي النهار اللي تكون السفينة اللي غادي يمشي فيها صلاح، غادي يتبعها وغادي يدي معاه القطاطعية، وغادي يوقف ليها في وسط البحر، وهنا غادي ينتقم من صلاح، وغادي يقتلو ويلوحو في البحر، وحتى من ديك السلعة اللي غادي يكون جايبها غادي يلوحها ليه في البحر. إيوا بقى سامر عليه وحاضيه حتى شاف صلاح خرج وسافر. مشى هو جاب واحد المجموعة اللي كانت صعيبة وديال القطاطعية اللي ما يعرفوش الرحمة في قلبهم، وبقى غادي وتابع السفينة حتى لواحد المرة وهي تلف عليه السفينة. شوية وهي تبان ليهم واحد السفينة جاية لوجههم. هنا قال ليهم: راه هي السفينة ديال العدو، هنا حنا وصلنا لوسط البحر، ما كاينش اللي غادي يسوق خبرنا، بغيتكم ما تخليو ليه حتى حاجة بداك السفينة، لوحو كلشي في الماء، وصالح خليوه ليا. ايوا يا سيادي، القطاطعية ناضوا واقفين وهزوا سيوفهم وكيسينو السفينة توصل باش يهجموهم، ولكن ملي قربت السفينة عرفوها باللي السفينة ديال السلطان ماشي ديال صلاح، حيت السفينة كانت كتشبه ليها. ايوا هنا القطاطعية قالوا: هادي ماشي السفينة ديال السيد اللي قلتيني لنا عليه، هادي على ما كيبان لينا السفينة ديال السلطان. هي صافي، ما تهجموش دابا، ما ديروا والو حتى نلقاو صلاح. ولكن اسمح لينا، حنا ما يمكنش لينا نضيعوا من يدينا هاد الفرصة، السفينة ديال السلطان طبعا غادي تكون فيها شلا ما يدار. ايوا هنايا قطاطعية صمموا بغاو يهجموا على السفينة ديال السلطان، عيا كيرقف رفض ويغوت ويقول ليهم لا، ولكن ما تسوقوش ليه، وغير قربت السفينة هما يهجموا على ديك السلطان والناس اللي معاه، وحيت كانوا العدد ديالهم كبير قدروا يغلبوهم. حتى لواحد اللحظة وهي تبان السفينة خرجة من وسط الضبابة ديال البحر، وهذه هي سفينة ديال صلاح. ملي شاف هادشي اللي واقع قربوا لعندهم وهجموا حتى هما على السفينة اللي كان فيها السلطان، وحاول صلاح يدافع عليه. وهنا شاف صلاح باللي هادو القطاطعية، وملي تعاونوا كان العدد ديالهم كبير وقدروا يغلبوهم، واللي مات مات واللي طاح في البحر طاح في البحر. وملي سالت هاد المعركة هنا السلطان شكر صلاح وقال ليه: الله يرد عليك ولدي، انت الواحد اللي جيتي حميت عليا، انا ما عرفت شكون هذا اللي تجرأ يهجم على السفينة ديال السلطان. هنا كان مخبي ولد التاجر في السفينة الأخرى، حيت كان خواف ما قدر يهجم مع القطاطعية. هنايا أمر السلطان يضربوا بالنار هاديك السفينة ويغرقوها في البحر.
إيوا بداو يا سيادي كيضربوا المدافع، وبداو كيطيحوا كيف الشتا على ديك السفينة اللي كان مازال فيها ولد التاجر مخبي. غير شوية وهي تشعل النيران اللي خلات السفينة كلها تحرق. أيه، حتى ولد التاجر تحرقت معاها، وحتى شي حد ما جاب خبارو. شفتو النهاية ديال الطاغي وعلى موتا مات؟ شفتي الحقد كيفاش وصلو؟ ولو كان نسى وحيد الغبينة والانتقام من قلبه، حتى هو كان يدير دارو وليداتو، ولكن الأنانية ديالو هي اللي خلاتو يوصل لهاد المغصل اللي هو فيها، ويموت محروق وغارق في البحر. رجعوا يا سيادي السفون للمدينة، السلطان عطاه واحد الهدية كبيرة لصلاح وشكرو بزاف، وحتى السلطان طلب منو يصايب ليه شي حاجة من الخشب، ولا عنده صالح مقطر ليه من العين. الحاصول صالح ولا راجل معروف، وحتى بالقلب الكبير وبالصداقة اللي كيصدق. أما حليمة بلا ما ندويو عليها، كانت بنت الدار الكبيرة اللي جا لعندها تعطيه، تقطح من لحمها وتعطيه للدرويش. جابت باها يعيش معاها وهناتو من تمارة ديال الخبيز، وعايشة هي وباها يتحدثوا بالليل والنهار موانسين مع بعضياتهم واخد رضاتو. أما التاجر أبات الولد اللي تحرق في السفينة، عيا ما يقلب على ولدو ما ساق ليه الخبار، حتى لواحد النهار هو يجي لعندو واحد من ديك القطاطية اللي كانوا معاه في السفينة، وعاود ليه القصة من الأول حتى للآخر. والراجل بكى وحزن على ولدو ملي عرفو ملي توفى، ولكن لام راسو على التراب اللي ربى ولدو، وعرف باللي الفشوش بزاف هما اللي داروها، وهو عند بالو باللي كيتهلا فيه، ولكن هو خرج عليه. بكى وتحسر على ولدو، ولكن ما قد يقول هاد الشي، حشم وخجل من الناس ديال القبيلة. كمدها في قلبه وكمل حياته بالحزن، حيث كان عنده الامل في ولدو غادي يتعوض، ولكن النهاية ديالو كانت خايبة وبشيعة بزاف. ايوا هنا يا سيادي كنكون وصلنا لنهاية الحكاية. كنتمنى تكون عجبتكم ونستكم وطيبت نعاسكم. الله يجازيكم بالخير، ما تنسوش اللايكات والكومنتيرات الزوينة اللي كتخليني نتحفز ونزيد نسجل ليكم، وكنعرفكم باللي قرابين عليا وكتسمعوا ليا وكيعجبوكم هاد الحكايات. الله يسر اموركم وشكرا بزاف لكم. تحية كبيرة للمتتبعات ديالي الغاليات كاملين، ومرحبا بأي وحدة انضمت للقناة جديدة. ما نزيدش نطول عليكم، خليت لكم الراحة وفي أمان الله، إلى حكاية قادمة إن شاء الله. مع السلامة.